من أكتر من 12,000 سنة إنسان بدائي أكل لحم فاسد من غير ما يعرف إنه بيحمل بكتيريا قاتلة. بعد ساعتها عاد بقى دقن الشديد، أول تسمم غذائي مسجل في تاريخ البشرية. في مصر القديمة الحرارة العالية كانت بتفسد الطعام بسرعة من غير أي وسيلة تبريد. برديات طبية وصفت أعراض الألم وإسهال بعد تناول طعام فاسد، بداية الربط بين الأكل والمرض. الأطباء الإغريق اعتقدوا أن السبب هو الهواء الفاسد مش الجراثيم. روما شهدت حالات تسمم جماعي بسبب سوء تخزين اللحوم في الأسواق. المياه الملوثة كانت سببا رئيسيا في انتشار أمراض مرتبطة بالطعام. مفيش تعقيم، مفيش غسل إيدين، البكتيريا كانت بتنتشر في كل مكان. في عام 1968 أول تجارب علمية بدأت تشكك في فكرة الهواء الفاسد. العلم بدأ يكشف الحقيقة، كائنات دقيقة غير مرئية هي السبب. في عام 1860 اكتشاف البسترة غير مفهوم حفظ طعام للأبد. في عام 1885 بدأ مفهوم الهايجين يدخل البيوت والمطابخ. في عام 1906 تم إصدار قوانين لفحص الطعام بعد حالات تسمم ضخمة. في عام 1950 الثلاجة المنزلية قللت التسمم الغذائي بشكل كبير. وفي عام 1980 العلم كشف أسماء البكتيريا المسؤولة عن التسمم. وفي عام 1993 حوادث تسمم حديثة أعادت التركيز على سلامة الغذاء. وفي عام 2000 تحليل الطعام بقى جزء أساسي من الأمان الصحي. غسل الإيدين بقى أول خط دفاع ضد التسمم. في عام 2020 أنظمة التبريد والمراقبة الحديثة قللت المخاطر، لكن ما خلصتش. من أول إنسان اتسمم لحد مطبخك النهاردة، النظافة كانت الفارق بين الحياة والموت.